ليلة القبض على الدوري الاهلي بيراميدز الزمالك انبي. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من في المقص. لكن قبل ما نبدا ونتكلم، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك الجديد اول باول. خلاص الامتحان على الابواب يا حلوين، مباراه القمه، واقول عليها مباراه قمه رغم بعد المراكز بين الزمالك وانبي، او برغم حاليا المنافسه الشرسه اللي بتواجه الثلاثي لاول مره منذ سنوات. بنلاقي صراع ثلاثي على مقدمه الدوري المصري. الزمالك اهلي، او الزمالك انبي، وبعد كده النادي الاهلي على الترتيب. ثلاثي بيتنافس على القمه من اجل حجز مقعدي مؤهلي لدوري ابطال افريقيا للموسم القادم. منافسه شرسه جدا، منافسه صعبه. الزمالك النهارده على ارض الواقع بيسير بخطوات ثابته نحو تحقيق لقب الدوري للمره ال 15 في تاريخه. بيراميدز عايز يحقق اللقب لاول مره في تاريخه. النادي الاهلي عايز يكمل حصد بطولات او ينقذ موسمه من موسم صفري. لكن خليني اقول لك ان حتى الان، عشان ما تنخدعش يا عزيزي ويا صديقي العزيز، لا تنخدع بما يصار او باللي بيتقال دلوقتي على الساحه. الزمالك قريب من القمه او قريب من الدوري؟ اقول لك لا. لان طالما في فرق 5 نقاط، وطالما في فارق مباريات يعوض ال5 نقاط، فاقدر اقول لك ان هنا سهل جدا ان هم يتعوضوا، فانت كده ما حسمتش حاجه. حتى الان الزمالك منافس على بطولتين، دوري المحلي والناحيه الثانيه الكونفدراليه الافريقيه. بامكان اللعيبه احط تحت كلمه اللعيبه دي عدد الخطوط اللي انت عايزها كلها، ان هم يحافظوا على موسمهم ويحققوا البطولتين معا، او بطوله على حساب الثانيه، او يفقدوا الاثنين في حاله ان هم تراخوا او استهونوا باي نتيجه ممكن تحصل خلال الفترات القادمه. والشاهد في اللي انا بقوله ده ان حصلت قبل كده في 2019، ومش عايز اعد لك في حلقات كتيره او اوقات كتيره هنحتاج فيها حلقات كتيره جدا نتكلم فيها عن استهتار قبل كده من فرق او لعيبه نادي الزمالك على مدار التاريخ. الناحيه الثانيه لعيبه النادي الاهلي عندها مباراه بيراميدز هي الامل الاخير، زي ما بقول لك اهو. مباراه بيراميدز هي الامل الاخير لحفظ ماء الوجه. لعيبه النادي الاهلي عايزه تقول انا هنا موجود، انا لسه موجود، انا عندي شخصيه اسمها شخصيه النادي الاهلي، لازم افوز، لازم اكسب عشان اعود او ارجع من السبات والغيبوبه اللي انا كنت فيها، واوري الناس ان انا موجود. نادي الزمالك عنده مباراه صعبه جدا، هي عنق زجاجه، مباراه رخمه في توقيت صعب، ومباراه بلغه الكوره كده من المباريات الخنيقه او المخنوقه، لان نادي الزمالك دايما بيلعب على التحولات. والمره دي الكره هتبقى معاه، او مش هينفع يسيب الاستحواذ لانبي، لان انبي بيلعب كبلوك 1 يونت او وحده واحده، بيعمل دايما التكتلات يعني الدفاعيه، وما بيعملش دايما الكتله يعني المتقدمه او الدفاع المتقدم خالص. ده بالعكس، ده بيركن الاتوبيس وبيلعب هو على التحولات اللي هي تقريبا يعني طريقه نادي الزمالك في الفتره الحاليه. لكن نادي الزمالك خليني اقول لك ان عنده حاجه مهمه جدا. اولا دافعين، الدافع الاولاني اللي ممكن نادي الزمالك او لعيبه نادي الزمالك تلعب عليه في المباراه دي ما حدث في لقاء الدور الاول او اللي كان من اقل من شهرين، والتراشق بين اللعيبه واللي حصل، واللعيبه اللي من هنا من انبي اللي دخلت في مشادات مع الجمهور، ولاعيبه انبي بعد المباراه، وزياد كمال، مش عايز اذكر اسماء يعني، بعض من اللي حصل ما بينهم وما بين الجمهور واللعيبه، وتشادي مع الجزيره وهكذا حاجه يعني. تمام. الاحداث دي كلها بتدي دافع لعيبه نادي الزمالك. الدافع الثاني ان لعيبه نادي الزمالك عارفه حجم المسؤوليه الملقاه على عاتقهم، ان خطوه بخطوه بتقربك من الدوري، خطوه بخطوه بتقربك من الحلم اللي طال انتظاره اكتر من 3 سنين. انت النهارده كمنافس عايز تنافس وتكمل منافسه، عليك ان انت تكسب كل بطولاتك، ما تبصش للاخرين. نادي الزمالك او لعيبه نادي الزمالك، وبقولها لك اهو وافتكر كلامي زي ما قلنا قبل كده ان شيكو بانزا ممكن يكون ليه بصمه في المباراه دي، هقول لك على 2 مميزين جدا ممكن يكون ليهم بصمه في مباراه انبي، وافتكر كلامي وهتستغرب من اسم فيهم كويس جدا، بس افتكر الاسم اللي انا هقوله لك الثاني. اول اسم هبدا بيه هو عدي الدباغ. عدي الدباغ هو كلمه سر ومفتاح، كلمه السر في مفتاح مباراه الزمالك امام انبي لاختراق الدفاعات والفوز او حصد 3 نقاط غاليه جدا. عدي الدباغ، وحط تحتها كل الخطوط اللي انت عايز تحطها. عدي الدباغ هو كلمه السر في مباراه الزمالك وانبي، ومعاه بقى مين اللعيب المفاجئ اللي بقول لك عليه كلمه السر. وممكن انت تستغرب من كلامي، بس انا بقول لك ان طريقه لعبه تناسب تماما فريق انبي. هو احمد شريف، ايوه زي ما سمعت، احمد شريف. ممكن وارد جدا يبدا بيه معتمد جمال، وارد يبقى تغييره. المهم ان اللاعب ده ممكن يكون كلمه سر يحل لك لوغاريتمات صعبه جدا في المباراه. لان الناحيه الثانيه شيكو بانزا طريقه لعبه معروفه، لكنه لاعب عشوائي، وياما نادينا بيه ان لاعب العشوائيه في بعض اللقاءات
بتحتاجها، والله ليه دور وهتحتاجه زي ما قلنا في مباراه بيراميدز، والحمد لله سمعنا وبدا ينزله وجاب لك اغلى واهم 3 نقط في الموسم. بقول لك تاني، كلمه السر لنادي الزمالك في مباراه انبي، وافتكر الاسمين دول كويس: عدي الدباغ واحمد شريف، ويجي معاهم شيكو بانزا. بس ركز مع الاسمين اللي انا قلت لك في الاول، لان الله اعلى واعلم، احنا لا منجمين ولا نعلم الغيب، لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى، لكن احنا بنقول وجهه نظر. على الناحيه الثانيه مباراه الزمالك او مباراه الاهلي وبيراميدز، المباراه دي انا شايف فيها تعادل، الله اعلى واعلم. ممكن يبقى 1-1، ممكن يبقى 2-2، ممكن يبقى 0-0، الله اعلى واعلم التعادل شكله عامل ازاي، لكن انا شايف فيها تعادل. قد اصيب قد اخطئ، لكن ارجع واقول لك ان نادي بيراميدز ما زال هينافس على حظوظه، هينافس على حظوظه بقوه، على الاقل خالص التاهل لدوري ابطال افريقيا. والنادي الاهلي لعيبتهم هتحاول ان هي تظهر الشخصيه، فهي مباراه قويه جدا، يعني معركه تكسير عظام من الاخر. وبقول لك ان المباراه دي قد تنتهي بالتعادل، وقد تنتهي بفوز النادي الاهلي، وقد تنتهي ببيراميدز، بس انا شايف انها اقرب للتعادل، والله اعلى واعلم. مباراه الاهلي الزمالك وانبي قد نرى فوز صعب لنادي الزمالك، مباراه البيراميدز والاهلي قد نرى تعادل بين الفريقين، ويعني حاسس ان هو ممكن يكون تعادل ايجابي.